السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أولى ثانوي، هنكمل مع بعض حل أسئلة الدرس التالي. احنا سبق وحلينا التدريب الأولاني بأسئلة اختبر نفسك. هنحل أسئلة التدريب التاني على الموضوع التاني، وهنبدأ بأسئلة اختبر نفسك ابتداء من رقم 7. رقم 1، الخطوة التي تتمثل في إدراك لماهية العائق. إدراك ماهية العائق أو العقبة يعني إيه؟ يعني فهم المشكلة. تمام؟ إدراك ماهية العائق أو العقبة يعني فهم المشكلة، وفهم المشكلة أو تفسيرها أو معرفة أسبابها ده بيدي معنى إيه؟ تحديد المشكلة. رقم 2، تلك الخطوة التي يقوم بها الفرد بتشكيل وطرح بدائل تجريبية. طرح بدائل يعني اقتراح حلول. اقتراح حلول أو فرض إيه؟ أو فرض الفروض. تمام؟ طرح بدائل يعني إيه؟ يعني اقتراح حلول. يبقى إذن هنا المثال بيشير إلى فرض الفروض. طيب هنروح بقى الرقم 8. اختبر نفسك رقم 8. تمام؟ عندي سؤالين اهمت. رقم 1، كثيرا ما نرى الأشياء على غير حقيقتها لأننا نتعجل ونكتفي بقراءة العنوان. يعني إحنا بنغلط أو بنخطئ بسبب التسرع، وده بيدي معنى الأخطاء المنطقية. نروح لرقم 2، قام أخوك بعمل دراسة حول ظاهرة الهجرة الغير شرعية، اكتفى بالأسباب الاقتصادية دون الحديث عن الجوانب الأخرى. يعني اهتم ببيانات ومعلومات اللي تعجبه واللي بتأيد وجهة نظره، وأهمل الجوانب الأخرى. يبقى هو اختار المعلومات اللي هو عايزها، اللي على مزاجه. يبقى إذا هنا المثال بيشير إلى انتقاء المعلومات والاستنتاجات. هتلاقي في شرحها كده معناها اختيار المعلومات والبيانات اللي بتأيد وجهة نظرك، وإهمال الجوانب الإيه الأخرى واللي ممكن تكون إيه واللي ممكن تكون مهمة. نروح بقى لأسئلة التدريب. رقم 1، للتأكد من قانون الجينات الوراثية قام العالم مندل باختبار ذلك على حبوب البازلاء أكثر من مرة، واستمرت هذه التجارب أكثر من 8 سنوات. اختبار ذلك، ماشي. اختبر يعني هو اختبر قانون الجينات الوراثية على البازلاء، ماشي. تمام، يبقى هو عمل ايه؟ عمل اختبار للفروض، ماشي. عمل اختبار للايه؟ للفروض. يبقى احنا هندور على فرض الفروض او اي حاجه بتشير الى اختبار الايه؟ اختبار الفروض. تمام. طب الحاجه للتفكير لا، ماشي. دي مش ايه بتدي معنى اختبار. تحليل الافكار بتدي معنى اختبار الفروض، ماشي. اختبار ايه؟ اختبار صحة الايه؟ الفروض. ده اللي بيدي ايه يا جماعة؟ ده اللي بيدي معناه، ماشي. طيب، اما اقتراح حلول محتمله دي مرحله فرض الفروض، واختيار افضل البدائل يعني ده اختيار الفرض الايه الصح. لكن هنا انا لسه في مرحله الاختبار زي ما بيقول المثال اهو. تمام. يبقى اذا هنا انا لسه في مرحله اختبار الايه؟ اختبار صحه الفروض. رقم 2، توصل العالم نيوتن بعد عدة تجارب إلى أن الضوء الأبيض ينقسم إلى عدة ألوان تسمى بألوان الطيف، وأصبح هذا الاكتشاف حجر الأساس لعلم التحليل الطيفي. هنا دلوقتي توصل العالم نيوتن إلى نتيجة نهائية، يعني اختار الفرد الصحيح، ماشي. وصل للنتيجة النهائية، وهي ان الضوء الابيض ينقسم الى عدة الوان. يبقى اذا هنا هو وصل لايه؟ للفرض الصحيح. طيب نروح بقى لرقم 3، قام الاخصائي الاجتماعي بالاعلان، ماشي، بالاعلان عن رحلة للاسكندرية، فانقسم الطلاب منهم من وافق على المكان ومنهم من عارض لان الاحوال الجوية هناك مضطربة. فتجاهل الأخصائي من عارض اقتراحه، وعندما توجهوا إلى هناك فوجئوا بالأمطار الغزيرة. يبقى إذن هو اختار بيانات ومعلومات اللي بتأتي وجهة نظره، تجاهل معلومات. تجاهل من عارض اقتراحه، يعني اتجاهل المعلومات اللي مش عاجباه، وأيد المعلومات اللي إيه؟ اللي بتأيد وجهة نظره. تمام. يبقى إذن هنا المثال بيشير إلى انتقاء المعلومات او البيانات. تمام. طب احنا هنختار ايه بقى؟
عايزين حاجة بتدي معناها. اختيار ما يؤيد وجهة نظره، هو عمل كده فعلا. دي جزء من شرح انتقاء المعلومات والبيانات، لان في شرحها بنقول ايه، بيختار المعلومات اللي بتأيد وجهة نظره وبيهمل الجوانب الايه الاخرى. رقم 4، تحدث علماء النفس كثيرا عما يعرف بالنقاط العمياء، وهو الميل إلى تأييد تفكيرك الشخصي، وكأن لديك مناطق عمياء في دماغك لا ترى إلا ما تريده أنت. يتفق ما توصل إليه العلماء مع أحد معوقات التفكير العلمي، وهو إيه؟ تمام. ايه النقاط العمياء ديت اللي بيتكلم عليها علماء النفس؟ وهو إيه معناها؟ ان انت بتميل الى تأييد تفكيرك الشخصي، يعني المعلومات اللي بتأيد وجهة نظرك انت بتميل اليها، يعني بتختارها وبتأيدها وبتوافق عليها. وكأن لديك مناطق عمياء في دماغك لا ترى الا ما تريده انت. يبقى المثال هنا بيشير الى ايه؟ اختيار معلومات وبيانات اللي بتأيد وجهة نظري، لو بتأيد تفكير الشخصي. يبقى إذن هنا المثال هنختار إيه؟ هنختار انتقاء المعلومات والبيانات. ليه؟ لأن في شرحها بتقول إن إحنا بنختار الأفكار أو المعلومات اللي بتأيد إيه؟ بتأيد وجهة نظرنا. طيب رقم 5، عندما سقطت التفاحة على رأس العالم نيوتن أثناء جلوسه تحت الشجرة، ظل يفكر متحيرا متسائلا: لماذا سقطت التفاحة لأسفل ولم ترتفع لأعلى؟ يبقى إذن هنا الشعور بالمشكلة. المثال بيشير إلى أول مرحلة. قعد يفكر. مرحلة التفكير والتساؤل دي مرحلة الشعور بالمشكلة. رقم 6، إن التعجيل في الاكتشافات العلمية الخاصة بحياة الأفراد دون إجراء تجارب سريرية يمكن أن يعرض الكثيرين للضرر الذي يكاد أن يصل إلى حد الموت. التعجيل، التسرع في إصدار أحكام. تمام. يبقى إذن هنا ده بيشير للأخطاء المنطقية، واللي معناها التسرع في الوصول لنتائج. رقم 7، قام باحث بدراسة ظاهرة التنمر في المدارس، لكنه لم يقضي وقتا كافيا في الدراسة، وتوصل إلى أسباب تبدو حقيقية للظاهرة، لكن هي مش حقيقية. تبدو يعني إيه؟ يعني هو الظاهر إن هي حقيقية، لكن في الحقيقة هي إيه؟ أسباب خاطئة. يبقى إذن هنا لم يقضي وقت كافي في الدراسة، يعني تسرع في إصدار إيه؟ أو في الوصول لنتائج. تمام كده؟ اللي هي الأخطاء المنطقية. لا، شرح الأخطاء المنطقية يا جماعة. رقم 8، الإنسان لا يفكر في أي صعوبة تواجهه إلا بعد أن تكون قد دخلت ضمن إدراكه الذي يحفز الإنسان للبحث عن تفسير تلك الصعوبة. أنا هنا بتكلم على المرحلة اللي قبل التفسير، بتكلم عن المرحلة اللي قبل التفسير اللي هي الشعور بالمشكلة. ماشي. أنا بفكر الأول، بفكر في المشكلة إلا بعد أن تكون دخلت ضمن إدراكه. يعني بدأت أفكر وأتساءل الأول، بعد كده بحاول إن أنا أفهم وأفسر. يبقى المرحلة اللي قبل الفهم والتفسير هي الشعور بالمشكلة، هي دي اللي بيسأل فيها. رقم 9، قام أحد الصحفيين باتهام شخصية مرموقة بالمجتمع ببعض التهم الباطلة، وذلك ليزيد نسبة مبيعات الجريدة. هنا طبعا يعني واضح ان هو بيكرهه، اتهم شخصية مرموقة. يبقى اذا هنا واضح ان هو بيكرهه، يبقى دي عوامل انفعالية. 10، معضلة تواجد القمامة في الشارع تكمن في صعوبة جمعها والتخلص منها لتواجدها بكميات كبيرة. واضح جدا ان احنا عرفنا اسباب المشكلة، ولما يجي يديني اسباب مشكلة يبقى ده تحديد المشكلة يا جماعة. 11، الفرد الذي تسيطر عليه نفسه يصبح دوره في الحياة سلبي. بتسيطر عليه نفسه يصبح دوره في الحياة يا جماعة سلبي. يبقى إذن هنا بتسيطر عليه نفسه، يبقى المثال هنا بيشير إلى شخصيته أثرت فيه. شخصيته أثرت فيه. يبقى إذن هنا المثال بيشير إلى أحد
معوقات الشخصيه اللي هي يا جماعه العوامل الانفعاليه والوجدانيه. طالما هنا المثال يعني بيشير الى شخصيته، شخصيته يعني ايه؟ حالته الانفعاليه. يبقى المثال هنا بيشير الى العوامل الانفعاليه والشخصيه. تمام. طب يبقى اذا هنا او اللي معناها تاثير السمات الشخصيه في التفكير، في ده المفتاح اهو، نفسه بتسيطر عليه، يعني شخصيته. وشخصيته هنا طالما اشار اليها او سماته الشخصيه، يبقى اذا هنا هتلاقيها بالنص في شرح العوامل الانفعاليه والوجدانيه. طيب رقم 12، اجابه مؤقته عن الاسئله البحثيه التي تطرحها مشكله البحث. الاجابات المؤقته او التفسير المؤقت ده الفرض الفروض. الفرض هو إجابة مؤقتة أو تفسير مؤقت أو اقتراح مؤقت بحل لمشكلة البحث. تمام. يبقى إذن هنا الإجابات المؤقتة والتفسيرات المؤقتة يقصد بها فرض الفروض. رقم 13، إن فهم ومعرفة الجوانب الأساسية للموقف يتم عن طريق جمع معلومات والنظر من زوايا المختلفة والإلمام بالعوامل المساهمة في تكوينه. هنا دلوقتي جمع معلومات والإلمام بالعوامل يعني الأسباب المساهمة في تكوينه. معرفة أسباب الظاهرة وجمع معلومات عنها ومحاولة فهمها وتفسيرها. احنا قلنا كذا مرة يا جماعة دي مرحلة تحديد المشكلة. طيب رقم 14، ربط أحد الأطباء بين انتشار الأمراض في المناطق الباردة إما أن يكون بسبب، أو بيديني أسباب أهو يا جماعة، بسبب زيادة الانبعاثات الكربونية أو الاحتراق غير الكافي للوقود. تمام. بس هنا هو بيقول لي إما أن يكون بسبب الانبعاثات الكربونية او الاحتراق غير الكافي للوقود. يبقى اذا هنا بيديني اكتر من سبب، يعني بيديني اكتر من فرض. ممكن يكون بسبب اما، بص اما، كلمه اما دي يبقى اذا ده معناه ان ان في اكتر من سبب مديهم لي. يبقى هو بيقترح حلول للمشكله. هو هنا بيقترح حلول للمشكله. يبقى دي فرض الفروض. يبقى اذا هنا لما يديني اكتر من سبب يبقى ده فرض ده فرض الفروض. طيب رقم 15، تصديقك لشائعة انقطاع المياه عن منطقتك السكنية دون التأكد من صدق المصدر أو الرجوع لشركة المياه. يبقى أنت هنا يعني صدقت معلومة من غير ما تتأكد من صحتها. يبقى المثال هنا بيدي معنى النقد، بيدي معنى النقد، التسليم بمعلومات دون نقد. اي مثال يشير الى تصديق معلومات دون التاكد من صحتها ده معنى النقد. يبقى ده هنختار تسليم بمعلومات دون نقد. رقم 16، التطبيق غير الصحيح والمتعجل. لما تصدق حاجه بتتقالك من غير ما تتسرع في اصدار احكام. التطبيق غير الصحيح والمتعجل يعني التسرع في اصدار احكام، وده بيوصلك لنتائج غير صحيحه او غير وافيه زي ما بيقول. يبقى ده مثال بيشير الى الاخطاء المنطقيه. رقم 17، فتحت باب شقتك وعندما دخلت إلى حجرة النوم وجدت الدولاب مفتوحا وبعض قطع الملابس مبعثرة فأحسست بالقلق لعدم معرفتك بما حدث. يجسد تساؤلك إحدى خطوات التفكير العلمي، وهي انت كده حسيت بوجود مشكلة. ماشي. احسست بالقلق. يبقى ده احساس بمشكلة. تمام. يبقى اذا ده الشعور بالمشكلة. رقم 18، قيام الدولة بتعميم مترو الانفاق في المناطق المختلفة كحل مناسب لمشكلة المواصلات وازدحام الطرق. هما كده وصلوا للحل خلاص. هما كده وصلوا للحل. يبقى ده اختيار افضل الفروض. 19، التفسير المؤقت الذي يضعه الباحث للتعامل مع المشكلة. لو قلت لكم يا جماعة تفسير مؤقت أو اقتراح مؤقت أو حل مؤقت ده معنى فرض الفروض. 20، استنتاج يتوقعه ويتبناه الباحث بشكل أولي لشرح ما يلاحظ من المتغيرات المحتمل تأثيرها في المشكلة. يمثل ذلك إحدى خطوات التفكير العلمي، وهي يا جماعة طبعا هنا المثال بيشير إلى فرض
الفروض. استنتاج يتوقع هو يتبناه الباحث بشكل أولي. إذا هنا المثال بيشير إلى فرض الفروض. فرض الفروض هو استنتاج متوقع، هو نتيجة متوقعة من الباحث، هي تفسير مؤقت، هي اقتراح مؤقت لحل مشكلة البحث. يبقى إذا هنا ده فرض الفروض. وفرض الفروض في معناه، في المعنى اللي هو أفكار مبدئية تقتحم الصعوبة. ماشي، الأفكار المبدئية دي برضو دي بتدي معنى إيه؟ فرض الفروض. يبقى إحنا قلنا كذا معنى لفرض الفروض: اقتراح بحل ممكن لمشكلة البحث، تفسير مؤقت، حل مؤقت، أفكار مبدئية، كل ده بيدي معنى فرض الإيه؟ الفروض. 21. تعجل طالب باختياره القسم الأداء. التسرع في الحكم على طول ده الأخطاء المنطقية، المفروض احنا نكون حفظنا. 22. وجود معوقات تحول دون الوصول إلى الهدف. يبقى إذن هنا وجود الإحساس بوجود معوقات تمنعك من الوصول إلى هدفك، ده طبعا أول مرحلة اللي هي الشعور بالإيه؟ بالمشكلة. الشعور بالمشكلة هو الإحساس بوجود معوقات تمنعك من الوصول لإيه؟ لأهدافك. 23. من أسرع في الجواب أخطأ. التسرع في الحكم قلنا كذا مرة، التسرع في الحكم ده الأخطاء المنطقية. 24. الرجل الحكيم يكون مطمئنا بينما ضيق الأفق فعادة ما يكون متوفرا. يبقى إذن هنا المثال بيشير إلى إيه؟ بيشير إلى العوامل الانفعالية. الرجل الحكيم والرجل ضيق الأفق، ده طبعا ده بيدي معنى العوامل الانفعالية. حتى في النهاية، حتى لو انت مش فاهم، بيقول لك متوتر. القلق والتوتر دي من العوامل الايه؟ الانفعالية. رقم 25. إحساسك. الإحساس هو الشعور بالمشكلة. 26. الذين يتقدمون بسرعة كبيرة يتراجعون بسرعة ايه؟ بسرعة أكبر. التسرع قلنا كذا مرة، التسرع ده أخطاء منطقية. 27. تصنيع إحدى الشركات لمنتج اقتصادي الفلتر بتاع المية تقريبا لتجاوز الأزمة التي يعاني منها بعض المواطنين من مياه الإيه؟ من مياه الشرب. هنا طبعا 27 أنا وصلت للحل، أنا صنعت الفلتر، يبقى أنا كده وصلت للحل الصحيح، حل المشكلة. 28. قام أحد الباحثين باختيار بعض المنازل لمعرفة مدى نجاح تصوره في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة. المنازل دي اللي هو اختارها هي هيختبر عليها الطاقة الشمسية، هيختبر عليها الايه؟ الطاقة الشمسية. بدي اختبار الفروض. 29. يقول المثل: من ركب العجلة أدركه الزلل. 29 هنا في تسرع في الحكم، العجلة يعني التسرع، يبقى إذن هنا الأخطاء المنطقية. 30. الخوف والتوتر. خوف وتوتر وقلق ده عوامل انفعالية. 31. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الرفق يمن والأنات سعادة، فتأنى في أمر تلاقي نجاحا. هنا طبعا واضح جدا التأني يعني هي دعوة لتجنب الأخطاء المنطقية، دعوة لتجنب التسرع. تأني يعني اصبر. 32. اهتم باحث بدراسة مشكلة الملل في التعلم، ووجد بعض الطرق التي تم استخدامها في دول أخرى وكانت ناجحة، ولكن بعد تجربتها داخل المجتمع المصري وجدها غير نافعة. هو اختبرها عندنا، ماشي. هنا في السؤال هو اختبر الطرق ديت عندنا هنا في مصر وجدها غير نافعة. بعد اختبار الفروض المقترحة لقاها غير نافعة. 33. جاءت شكوى من والدة إحدى الطالبات أن ابنتها لا تريد الحضور إلى المدرسة، فكان على الأخصائية الاجتماعية دورا في حصر الأسباب التي قد تكون سببا في عزوف الطالبة عن الحضور طبعا هنا الأخصائية الاجتماعية بتحاول تعرف أسباب عدم حضور الطالبة للمدرسة، يبقى إذن هنا معرفة الأسباب قلنا قبل كده تحديد المشكلة. رقم 34 آخر سؤال اختياري. اقترح أحد المهندسين استخدام الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء وربط إنتاجها بالشبكات الكهربائية الوطنية لتوفير احتياجات الشركات والمنازل من الكهرباء. يبقى إذن هنا هو اقترح حلول، ماشي. هو هنا يا جماعة
هو اقترح حلول. اقتراح احد المهندسين لاستخدام الالواح الشمسيه، يبقى بيقترح حل لمشكله الكهرباء. يبقى انا هدور على اقتراح الحلول اللي هي فرض حلول محتمله، هي ايه؟ اقتراح الحلول او فرض، اسمها اقتراح الحلول او فرض الفروض، ماشي، او اسمها ايه؟ اقتراح الفروض. طيب اسئله المقالي هما كام سؤال؟ 10 اسئله، يلا نحلهم مع بعض. رقم 1، تجاهل معلومات صحيحة يعيق مسار التفكير الصحيح. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي بتأيد المعلومات اللي او بتوافق على المعلومات اللي بتأيد وجهة نظرك، وبترفض المعلومات او الجوانب الاخرى اللي مش بتأيد وجهة نظرك. اذا المثال هنا بيشير الى انتقاء المعلومات والاستنتاجات. ماشي، انتقاء الايه؟ المعلومات والاستنتاجات. وعايز مثالين عليها انتقاء المعلومات والاستنتاجات. يعني هنا ممكن تقول له تفضيل الباحث لمراجع معينة في تناوله لأحد الموضوعات بالدراسة التي تؤيد وجهة نظره، وإهماله للمراجع الأخرى التي قد تكون التي قد تكون ملائمة لموضوع الدراسة. يبقى إذن هنا الباحث العلمي اختار معلومات بتأيد وجهة نظره، وأهمل المعلومات الأخرى اللي مش بتأيد وجهة نظره. ممكن نقول المثال الثاني، صحفي كتب عن حادث لم يتناول كافة الجوانب، اكتفى بالجانب اللي بيأيد وجهة نظره واللي بيتماشى مع سياسة الجريدة التي يعمل بها. تمام؟ يبقى إذن هنا أي مثال بيشير إلى اختيار معلومات معينة وإهمال معلومات أخرى، ده طبعا بيدي معنى انتقاء المعلومات والبيانات. طيب رقم 2، مشكلة الأزمة المرورية تعاني منها الدول ذات التكدس السكاني الكبير، وخاصة العواصم، والتي تشمل المؤسسات الهامة بهذه الدول. طبق خطوات التفكير العلمي على هذه المشكلة هنا اللي هي الأزمة المرورية. ما ينفعش بقى ان انت هنا يعني تختار مشكلة بمزاجك وتطبق عليها خطوات التفكير العلمي. انت هتطبق خطوات التفكير العلمي على مشكلة الأزمة المرورية. رقم 1، الشعور بالمشكلة. الشعور بالمشكله. الشعور بالمشكله مثلا هو لما بتيجي تمشي في الشوارع بتلاقي الطرق مزدحمه بالسكان، وبيبقى في صعوبه في تحركك من مكان لاخر. يبقى اذا انت حاسس بمشكله الازمه المروريه. يبقى اذا هنا الشعور بالمشكله هنكتب فيها ازدحام الطرق وصعوبة التحرك من مكان لآخر. ده طبعا مرحلة أو بداية الإحساس بالمشكلة. بعد كده بنحدد المشكلة. يعني إيه بنحدد المشكلة؟ يعني بنحاول نعرف أسباب المشكلة تمام؟ وهي وجود أزمة في تنظيم المرور مش متنظم، دي مشكلة. خلاص؟ طيب، أو ممكن نقول مثلا سبب المشكلة رغبة الناس أو الأفراد في التواجد بالقرب من الخدمات، بيخلي فيه أزمة مرورية في بعض المناطق. تمام؟ طيب بعد كده عايزين نقترح حلول عشان نحل مشكلة الأزمة المرورية. نعمل إيه؟ نعمل مثلا أنفاق لعبور الناس بين الشوارع. تمام؟ زي كده احنا في اسكندرية عندنا على طريق كورنيش في أنفاق بتساعد الناس في تعدية الشوارع. ماشي؟ أو ممكن مثلا عمل قطارات معلقة اللي هو اسمه بيسموه التلفريك. طيب، او مثلا نعمل طرق مواصلات تحت سطح الارض اللي هي مترو الانفاق. دي وسائل مواصلات. مترو الانفاق زي عندنا في القاهرة كده مترو الانفاق دوت بيساعد برضو في تقليل الازمة المرورية اللي موجودة في القاهرة. طب احنا بعد كده يعني المفروض نختبر الفروض. ماشي؟ طيب، عمل الانفاق لعبور الناس بين جانبي هيساعد في خفض التكدس فقط، ولا يساهم في خفض عدد المركبات المرة. يبقى اذا هنا عدد العربيات اللي رايحة واللي جاية مش هيقل، هو هيقلل الناس اللي رايحة جاية بس. ودي يعني مش ما تعتبرش حل المشكلة. عمل القطارات المعلقة التلفريك، احنا عندنا عمارات عالية فممكن يخبط فيها، فده مش هينفع برضو. ماشي؟ عمل مترو الانفاق ده انسب الحلول واللي مطبق عندنا في القاهرة وناجح جدا، وبيساهم في طبعا تقليل السيارات وتقليل عدد الناس المرة. يبقى اذا هنا بالنسبة لمترو الانفاق هو انسب حل عندنا، هو ده الحل الصحيح. بعد اختبار صحة الفروض وصلنا الى ان الحل الصحيح هو ان احنا نعمل مترو الانفاق.
لان مترو الانفاق هيقلل وسائل المواصلات اللي رايحه جايه على الطرق، وهيقلل ايه الناس المره على الطرق، فده طبعا هيقلل الازمه الايه المروريه اهو. طيب يبقى احنا كده طبقنا مشكله الازمه المروريه على خطوات التفكير العلمي. طيب نروح لرقم 3. رفض جاليليو رفض آراء جاليليو أن الأرض رفض آراء جاليليو أن الأرض كروية لأنها كانت تعارض آراء أرسطو. الناس كانت بتحب أرسطو تمام، وما بتحبش جاليليو، فكانوا إيه الكلام اللي يقوله أرسطو يوافقوا عليه، والكلام اللي يقوله جاليليو إيه يرفضوه. ده أنهي طبعا هو هنا عايز إيه؟ اتنين من معوقات. طبعا هنا رفض آراء شخص وتقبل آراء شخص، دي عوامل انفعالية، دي عوامل إيه انفعالية ووجدانية. تقبل بيانات ارسطو دون نقد هنا طبعا موجوده في المثال، ماشي. اذا هنا يعني ما حاولوش ان هم يعني يتاكدوا من صحه او خطا كلام جاليليو، هم رفضوه على طول، رفضوا على طول كلام ايه جاليليو من غير ما ينقدوه. يبقى اذا هنا تقبلوا بيانات دون نقد، وفي طبعا حته حب وكره كده، يبقى دي عوامل انفعاليه ووجدانيه. هم دول الاثنين اللي موجودين من المعوقات. رقم 4. عين مدير موظف جديد في الشركة من أقربائه. هنا بقى واحد من قرايبه عينه، يبقى دي عوامل انفعالية ووجدانية. طيب رقم 5. تعد مشكلة البطالة إحدى المشكلات التي تعاني منها معظم دول العالم، حتى بعض الدول المتقدمة، بسبب إحلال الآلات بديل عن الإنسان. في دول العبارة السابقة طبق خطوتي اقتراح الحلول واختبار الفروض على هذه المشكلة. هو بس هنا نفس المشكلة ديت، مشكلة البطالة، بس هنطبق مشكلة اقتراح الحلول واختبار الفروض، ماشي. طيب المشكلة عندي ايه؟ مشكلة البطالة. هو عايزك تقترح حلول ليها، ماشي. يعني احنا نبني مصانع، ماشي يا جماعه. يعني نبني مصانع ونشجع الصناعه الوطنيه المحليه، دي هتقضي على البطاله وهترفع من اقتصاد البلد، ماشي. ونمنع الاستيراد نهائيا عشان نحاول نعمل اكتفاء ذاتي، ده حل تاني. وبرضه صرف اعانه بطاله للعاطلين، دي حلول. ده احنا كده اقترحنا حلول، عايزين نختبرها. تعالوا نجربها بقى. لو احنا منعنا الاستيراد، ده طبعا ممكن يؤدي الى ان الاقتصاد بتاعنا يعني ينهار يتدمر. لا ده غلط. طب تعالوا نشوف الصناعة الوطنية. الصناعة الوطنية حلوة، هتزيد من فرص العمل بكثرة، دي جميلة. صرف إعانة بطالة للعاطلين دي مش هتحل المشكلة، بالعكس ده هتزود المشكلة. الناس لو ادينا لها فلوس وهي قاعدة في البيت مش هتشتغل. الله، ما انا كده كده باخد فلوس، اروح اشتغل ليه واتعب نفسي؟ يبقى الحل الوحيد اللي ينفع معايا اللي هو تشجيع الصناعة تشجيع الصناعة الوطنية، ده اللي هيزود فعلا فرص العمل. رقم 6. عدم التأني في الحكم على الأشياء، وعمل دراسة كافية يؤدي لوصولك نتائج غير دقيقة. اقترح بعض الأساليب لمواجهة ما تشير إليه العبارة لأحد معوقات. طبعا هنا المثال في رقم 6 واضح جدا، يعني هي دعوة لتجنب الأخطاء المنطقية. ما تتسرعش. عدم التأني يعني عدم التأني في الحكم على الأشياء، يعني التسرع في الحكم، يعني التسرع في الحكم على الأشياء. وده طبعا بيدي معنى معنى الأخطاء المنطقية. بيقول لك اقترح لي حلول، اقترح لي بعض الأساليب لمواجهة التسرع في الحكم أو مواجهة مشكلة الأخطاء المنطقية، أو عدم التسرع في إصدار نتائج من معلومات غير كافية. ادي حل اهو من المعنى. الإلمام بالمعلومات والجوانب الكافية للمشكلة أو الموضوع، تمام. دي حل تاني برضو. طيب نروح بقى الرقم 7. يخطئ البعض في حكمه على الأشياء نتيجة لتسليمه بآراء غيره دون فحص. التسلم بآراء الغير دون فحص يعني دون نقد، يعني دون نقد. يبقى إذن هنا المثال بيشير إلى تقبل البيانات والمعلومات دون نقد، تمام. تصديقك للمعلومات والبيانات التي تطرح على مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها. أهو أبسط مثال أهوت لتقبل البيانات والمعلومات دون نقد. طيب رقم 8. فور وقوع أي حادث يبادر الجميع بإصدار الأحكام. تسرع في الحكم، ده تسرع في الحكم، تمام. طيب هو عايز هنا نقد، يعني هتشرحها بقى زي ما هي. تعالوا رقم 9. قام علماء الاجتماع بعد دراسة المعلومات والبيانات المتوفرة لديهم، عملوا بقى؟
المتوفرة ده لمشكلة تراجع التحصيل الدراسي للطلاب بوضع تفسيرات مؤقتة، وهو قد يكون وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك. دي احدى خطوات اللي هي ايه تفكير. التفسير المؤقت يا جماعة هو فرض الفروض، هو فرض الايه، فرض الفروض. هو ده التفسير الايه المؤقت. قلت لكم تفسير مؤقت او اقتراح مؤقت بحل لمشكله البحث، او حل مؤقت لمشكله البحث، او افكار مبدئيه. كل ديت بتدي معنى ايه فرض الفروض. حاجاتنا الى التحليل لا تقل اهميه عن حاجاتنا الى البناء. التحليل هنا تعالج هذه العبارة أحد معوقات التفكير العلمي، وهي إيه؟ الحاجة إلى التحليل. يعني إيه تحليل؟ يعني النقد. ماشي، يبقى إذا هنا المثال بيشير إلى تقبل البيانات دون نقد. هي دي اللي بتتعالج، تقبل البيانات دون نقد. تحلل يعني تنقد المعلومات، ماشي، قبل ايه؟ قبل تقبلها. تمام. يبقى التحليل والفحص ديت يعني مصطلحات بتدي معنى ايه النقد، او تصديق معلومات بعد التاكد من صحتها، ده برضو بيدي معنى ايه معنى النقد. بكده يا جماعه نكون خلصنا اسئله التدريب الثاني على الفصل الثاني فلسفه. الاسبوع الجاي ان شاء الله في نفس الميعاد يوم الاربع الساعه 9 هتلاقوا اختبارات شهر مارس ديت محلوله معاكم. وبكده هيبقى ايه فاضل لنا الدرس الثالث والاخير ان شاء الله باذن الله. هنبدا فيه على طول الاربع اللي بعد منه. بس ايه يعني بعد ما تخلصوا كده ايه الدرس التاني كده وتراجعوه وتشوفوا اسئله الاختبارات، تبداوا معانا على طول في الاسبوع اللي بعد منه في الدرس التالت. الدرس التالت برضو هو عباره عن اختبارين او ثلاثه كده ان شاء الله باذن الله. يعني ايه هنحلهم ونخلصهم ايه قبل رمضان، عشان بحيث نكون خلصنا منهجنا قبل رمضان، وبعد الايه العيد على طول نرجع نحل مع بعض الامتحانات الشامله اللي في كتاب الامتحان. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.